تيجي اقول لك على 3 حاجات هتساعدك تبيع شقتك. اول حاجه تقعد كده مع نفسك ماسك ورقه وقلم تشوف كل المميزات بتاع شقتك. اول حاجه الشقه دي مثلا بحري ولا قبلي، الشقه دي طرق الوصول ليها قد ايه، سهله ولا صعبه، اقدر اوصل لها من كذا طريق ولا لا. طيب حاجه اشوف الخدمات اللي حواليا، المستشفيات حواليا، الجامعات، المدارس، كل دي حاجات مهمه قوي عشان تبين لي التميز بتاع الشقه بتاعتي. تمام، عملت ده. شوف رقم 2، اشوف شقق نفس تقسيمه الشقه بتاعتي، نفس مساحتها، نفس المميزات اللي فيها وقريبه منها، وابدا اسال على سعرها عشان اعرف سعر اليونت بتاعتي او سعر العقار بتاعي دلوقتي سعره ايه. هتلاقي فيه وانت بتسال على الاسعار هتلاقي فيه سعر قليل، واحد عايز يبيع عشان يخلص، وهتلاقي فيه واحد بيبيع بيع غناوه، انت خليك في النص. دي من ناحيه. من الناحيه الثالثه، بعد ما عملت كل الحاجات دي كلها تبدا بقى تصور شقتك صور محترمه تبين كل مميزاتها، صور نظيفه. بعد ما خلصت الصور دي تبدا بقى تشيرها على مواقع التواصل الاجتماعي عشان خاطر تبيع الشقه دي، وتبدا بقى مركز مع التليفون بتاعك. تفضل قاعد كده قدام تليفونك يا ريس ومركز. تليفون اتصل ارد. ليه بقى التليفون اتصل ارد؟ علشان في مليون واحد الف غيرك بيبيع نفس الشقه دي، فانت لو ما اهتمتش مش هتعرف تبيع. طيب انا بقى مش مهتم، يبقى تعمل لي فولو او تكلمني واحنا نبيع لك الشقه دي.